السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت الحدوتة وانتهت الحكاية لأصعب وأغرب دوري يمكن ما حصلش من 50 سنة وأكتر، إن 3 أندية يفضلوا في سباق بطل الدوري لغاية آخر مباراة، الأهلي وبيراميدز والزمالك، ويفوز الأقرب الزمالك عن جدارة واستحقاق بعد موسم ولا أروع. لعبوا الزمالك بكل المشاكل اللي عنده، بإيقاف القيد، بالأزمات المالية الرهيبة، بإن اللعيبة ما بتاخدش فلوس، إنما يرجع الفضل الأول في الحدوتة بتاعة الزمالك السنة دي كلمة حق لجمهورها العظيم، إن حتى الزمالك وبيأدي في أسوأ مراحله أو أسوأ المباريات عمره ما تخلى عن الفريق وعن دعمه بشكل جنوني وهستيري. فشابوه لجماهير الزمالك. وفي واحد تاني لازم الناس لا تغفل دوره، واللي كتير من الزملكاوية انقلبوا عليه وقالوا هيخرب الزمالك، وهو جون ادوار، وهو يعني حصان الرهان، وهو السبب الأساسي من الأسباب الرئيسية لفوز الزمالك بالدوري هذا العام، بعد ما نحى كل النجوم وكل الأباطرة في الزمالك. وكانت تصرف مش سهل أبدا يحصل قدام أسماء رنانة في الزمالك، سواء إداريا أو سواء المدربين. وطلع إن الراجل عارف بيعمل إيه. كنا بنقول عليه سمسار وبتاع كل الجماهير، طلع إن كل كلامنا ما كانش تمام، وإن الراجل ده فعلا كفء، وان الراجل دوت فعلا جدير ان هو يقود الزمالك لملحمة يمكن هيذكرها التاريخ طويلا، ان فريق يعاني كل هذه المعاناة وإيقاف قيد 17 ولا 18 ويفوز بالدوري العام ويتأهل لدوري الأبطال، ووصل نهائي الكونفدرالية. ولولا سوء التوفيق وسوء الأداء في آخر مباراتين كان هيبقى عامل يعني ريكورد غير طبيعي وانجاز غير مسبوق ان هو يفوز بالبطولتين. مليون مبروك للزمالك، ومليون مبروك لجماهير الزمالك ولاعيبة الزمالك الرجالة اللي كانوا صابرين جدا وكانوا بيلعبوا الكورة من اجل الكورة حبا في الزمالك. ومليون مبروك لجون ادوار الحصان الاسود والجندي المجهول اللي كان ليه عامل كبير جدا ان الزمالك يصل الى تلك المرحلة في كل الازمات. ولا عزاء لمجلس الادارة بصراحة، لان دوره زيرو، دوره غير موجود. وانا عايز يعني حاجة بسيطة. كنت واخدين كابتن حسين لبيب والوعود البراقة، واحنا عارفين ازمات الزمالك في 2018 ولا 23 قصدي. لما جيت تمسك مجلس اداره حضرتك والمجلس الموقر معاك، قلت انا عارف ازمات الزمالك وهتنتهي كل الازمات. كان عندك 2 ايقاف قيد او 3 ايقاف قيد، بقوا 18 ما شاء الله. فبصراحه اداء كارثي من مجلس اداره نادي الزمالك وليس له اي دور. اخر حاجه بقى تعليق يعني بسيط على المراسم الاحتفاليه بتاعه الزمالك في تسليم درع الدوري. ايه لا يعني العشوائية والهمجية، ان الناس واقفة على المراسم، وزير الشباب والرياضة واستاذ احمد دياب ورئيس النادي وممثل الدولة وممثل شركة المتحدة في مراسم رسمية بيسلموا على اللعيبة، والدرع بتاع الدوري محطوط، وتيجي لعيبة تعمل كروس قدام الكاميرا ويتلموا واحد جنب واحد جنب واحد ويتصوروا جنب الدرع. في مشهد بصراحة غير مقبول، لغاية ما جابوا الأمن وجابوا الناس عشان ما حدش يقف يتصور جنب الدوري. يا جماعه يعني نرتقي بقى، يعني ايه بالحاجات دي؟ النقطه التانية بصراحه انا مستغرب الكابتن حسين لبيب، ازاي راجل رئيس نادي بحجم نادي الزمالك وفي مناسبه رسميه جدا جدا كل اللي جنبك لابسين فول دريس فورمال، انت الوحيد اللي لابس قميص وبنطلون في شكل عجيب جدا. لا ليها دعوه بقى، لا انت راجل فقير ولا انت راجل قليل، ده انت حسين باشا لبيب، يعني واحد من اكبر الناس اللي موجودين كرجال اعمال في مصر. فلا يليق ابدا بصراحة المشهد نفسه، ان انت عارف ان دي مناسبة رسمية والمفروض انك بتسلم درع الدوري وحاجة كبيرة جدا ومصورة وهتظهر في الميديا العالمية، وتكون بهذا ما جاتش في دماغك يعني ايه قميص وبنطلون في مناسبة عظيمة زي كده. على العموم مبروك لجمهور الزمالك، مبروك لجون ادوار، مبروك للاعيبه الزمالك الرجاله وبس.
هم دول النجوم الحقيقيين للحدوته او القصه اللي حصلت لانجازات الزمالك هذا العام. يستحقوا ولا عزاء للنادي الاهلي كده اللي هيشترك في دوري الابطال الزمالك وبيراميدز، والاهلي في الكونفدراليه. وعلى الاهلي ان يتخلص من الصقور الجارحه اللي ما بتديش بجنيه مع العاطفه بقى والكلام الكتير. عندك تريزيجيه ما ينفعش، عندك امام عاشور خلاص انتهى كلينيكيا، عندك زيزو شارينا الترماي على الاقل بين رمضان شرحه. اللعيبه دي لازم تمشي من الاهلي، والاهلي مش هيدلل حاله غير لما اللعيبه ديت تمشي، وهم السبب في الكارثه. عمر الاهلي ما كان فيه معلمين، لما دخلوا معلمين باظ الفرقه واللعيبه دي بقت دون المستوى مش عارفه تلعب، خلاص انتهت القصه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.